نداء الرحمة على شهداء الوطن من عسكريين ومدنيين شرفاء. تقوم هذه الحملة بمبادرة من اتحاد شبيبة الثورة لتقديم القليل من الدماء التي تفيد بالجرحى للجيش العربي السوري الذين يقومون بالدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي. هذه المبادرة التي اعتدنا دائما من رفاقنا بفرع الشبيبة أن تقام على مدار العام، يقدموا جزءا يسيرا مما يقدمه رجال هذا الوطن ومن العرق والدماء التي تبذل لأجل حماية الوطن والدفاع عن محتديه. نحن نثمن عاليا جهود رفاقنا في فرع الشبيبة، ونحن نقدم الوعد للسيد الرئيس والقيادة بأننا ماضون خلفك، ولو خضت هذا البحر لخضناه وراءك بالدفاع عن هذا الوطن. ثقة بيضاء. بس أتمنى تحكي لنا عن العمل. طبعا كمكتب عمل تطوعي هيدي حملة من ضمن الحملات اللي قمنا فيها على مدار العام بالتبرع بالدم. طبعا تراب الوطن غالي كثير وصار أغلى لما امتزج بدماء الشهداء الأبطال، فأقل واجب نقدر نعمله نحن لهالشهداء لهالجرحى الجيش العربي السوري هو التبرع بالدم ليختلط الدماء العربية الأصيلة مع بعضها ويزدهر الوطن ويحيا بهمة شبابه وأبنائه. بعد حملة التبرع بالدم نحن عندنا زيارة لحواجز الجيش، كمان زيارة لجرحى الجيش العربي السوري ضمن المشفى العسكري بطرطوس، وتقديم بعض الهدايا الرمزية التي لا ترتقي إلى مستوى تضحياتهم وتقديماتهم لنا. فطبعا كشباب سوري نفتخر بهذه الدماء الأصيلة التي تمتزج مع بعضها لتحميل هذا الوطن. يعطيك العافية. رفيق أحمد، ممكن تحكي لنا عن مشاركتك بالعمل؟ نحن جينا عرفنا عن حالك أول شيء. أنا رفيق أحمد منصور، أمين رابطة الشبيبة بالدريكيش. نحن جينا تلبية لنقدم دماءنا فداء الجيش العربي السوري لجرحى الوطن، وشو ما قدمنا نحن بيكون قليل. حاولنا قدر المستطاع انه نجمع اكبر عدد ممكن من الرفاق الشبيبيين اللي هن حاليا جبنا 15 رفيق ورفيقه، والكل حبينا ان نقدم للجيش العربي السوري بهذا الدماء، وان شاء الله شو على المزيد دائما شو بيكون عندنا رفاق شبيبيين دائما جاهزين للتبرع، بنكون باذن الله نحن جاهزين دائما. يعطيك العافية. رفيقة، ممكن تحكي لنا شوي عن مشاركتك؟ نحن نتبرع مشان اللي قدم دم فداء هالوطن، وانا عندي ما في انسان الا وعنده اخوات شهداء اخوات بالجيش، وانا خارج شهيد قدم دمه فداء هالوطن. نحن لو قدمنا شو ما قدمنا نحن بنقدم لو جزء بسيط من الشيء اللي نحن نقدمه. يعطيك العافية. شكرا. رفيق، مرحبا رفيق، ممكن تعرف عن حضرتك؟ حازم معلق من فرع الشبيبة بطرطوس. رفيق حازم، ممكن تحكي لنا عن تنظيم كل هالعمل؟ نحن اليوم مع رفاقنا بمنظمة اتحاد شبيبة الثورة فرع طرطوس، وكما جرت العادة دائما في مناسبة أو في غير مناسبة، اليوم في ذكرى عيد الشهداء نحن نؤدي أقل ما ممكن تقديمه وهو دماء هؤلاء الشباب لجيشنا الباسل المغوار الذي يخوض أروع المعارك في سبيل نصرة الوطن ونصرة قائد هذا الوطن وحسينه. العافية.